هنعمل النهارده مع بعض عصير مركز لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. الأيام الجاية هنحتاجه كتير. يلا بينا هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، هيقعد معاكي شهر واتنين وتلاتة، وكمان اقتصادي جدا. مجرد ما بتمسكي معلقة كده بالسكر بتاعه هتدوبيه في الكوباية، هيكون جاهز معاكي على طول للتحضير في رمضان، في الأيام الضيوف، الأيام العادية. أي وقت هتحتاجيه هتلاقيه على طول. الطريقة بتاعتنا طريقة جميلة جدا واقتصادية وطعمه كمان تحفة. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. انا هنا جبت كيلو برتقان، يعني حوالي كيلو وربع. كيلو وربع برتقان هقشره كده، ولازم اشيل القشره بتاعتي، اضغط من السكينه عشان اشيل الابيض اللي تحت القشره. ده اهم خطوه، انك القشر الابيض اللي تحت القشره لو انت خليتيه في العصير بتاعنا النهارده هيمرر، فاحنا عايزين نشيله ما نخلوش موجود خالص. وهبتدي افك البرتقان بتاعنا. طبعا انا هنا عندي البرتقان بتاعي، البرتقان اللي هو بسره. البرتقال اللي بسرعه ده ما فيهوش بذر. طب لو انا عندي برتقال بلدي وفيه بذر، لازم تشيلي كل البذر اللي فيه عشان ما يمررش معاكي، لان البذر بتاع البرتقال هيديكي نفس المراره بتاعه القشر الابيض اللي موجود في قشره البرتقانه اللي انا بشيله دلوقتي قدامكم، ولازم اتخلص منه. الاتنين هيمرروا معانا، فاحنا لازم نستغنى عنهم. انا هنا زي ما انتم شايفين كده بشيله، بفتحه بشيله. تمام تمام، متفقين. متفقين. عملت كل الكميه كده، وبعد ما عملت كل الكميه وشلت كل الابيض اللي فيها، هضاعف الكميه. اعمل ايه؟ هجيب هنا عندي الاحلى والاجمل واللي بيخلي طبعا عصير البرتقال طعمه تحفه جدا ما بنقدرش نستغنى عنه، المكون التاني بتاعنا. كيلو جزر. ايوه كيلو جزر. ده قيمه الغذاء بتاعته عاليه جدا ومفيد جدا، وبيخلي طعم العصير بتاعنا طعمه حلو كده، والقوام بتاعه بيكون تقيل، بيكون طعمه كده في حته تانية. هنا لازم طبعا اقشر القشر بتاعه، لازم اضغط لجوه شويه عشان القشره اللي بره دي بتكون غامقه. انا لو حطيته كده وما قشرتهاش هيدينا العصير بتاعي لونه غامق. احنا هنا عايزين عصير البرتقال بتاعنا يكون لونه حلو، يكون لونه فاتح. لازم نشيلها ونستغنى عنها خالص، ولازم تضغطي كده. اقطع معاكم واحده كده، وبعد كده هكمل الباقي مع نفسي. انا هنا لازم اقطعها تقطيع رفيع جدا عشان ما تاخدش معايا وقت على النار، ما تطولش معايا على النار واضطر احط كميه ميه والكلام ده. فانت لازم تقطعيها رفيع، لان احنا عندنا هنا البرتقال ما بياخدش وقت. قطعت كل الكميه ونزلت بكوبايتين ميه، المج العادي جدا مفيش مشكله. طب لو انت او تحطيه على نار واطيه، لو انا مستعجله حطي 4 كوبايات ميه. هنا بقى هنا هوت العصير البرتقال اللي في البرطمان دوت. قش البرتقال ده انا كنت عاملاه معاكم، لو تفتكروا كده قش البرتقال جففناه وعملناه اللي هو الفانيليا بالبرتقال. طبعا دوت هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، طبعا اللي عايز يتفرج على الفيديو ده. طبعا هنا لازم نحط دوت. طب لو انا ما عنديش، حطي كيس فروتي، مفيش مشكله، فروتي بالبرتقال مفيش مشكله. انا هنا حطيت حبه سكر، معلقه كوبايه سكر، عشان في ناس طبعا بتحب العصير مسكر جدا، وفي ناس ما بتحطش سكر كتير. فانا حطيت يا دوبك كوبايه. وبعد كده بقى انت اظبطي السكر بتاعتك لما تيجي تحليه براحتك. انت السكر ده على حسب رغبتك، عايزه تزودي سكر مفيش اي مشكله، وعلى نار هاديه زي ما انت شايفه كده. هسيبه طبعا. هنا خد حوالي معايا ساعة، وطبعا انا موطيه النار. طبعا انا لو حاطه ميه ومعليه النار كان عامل معايا بسرعه اكتر من كده، بس انا عشان موطيه النار ومقلله الميه. الجزر بتاعنا استوى. طبعا اهم حاجه الجزر بتاعك يستوي عشان يبقى ناعم معانا ويدوب معانا بسرعه. سبته برد معايا، وبعد ما برد جبت الكبه. انا هنا حبيت اللي انا اعمله بالكبه، عشان انا لو عملته في الخلاط هضطر احط نسبه ميه، نص كوبايه ميه، عشان الخلاط يشتغل معايا. طبعا انا هنا زي ما قلت لكم عايزاه يكون مركز، مش عايزاه يكون خفيف. تمام تمام. طبعا لو انت ما عندكيش الكبه وعايزه تعمليه في الخلاط مفيش مشكله، حطي حبه ميه، ولو خفيف شويه مفيش اي مشكله خالص، عادي جدا. هتيجي تعمليه هتلاقي نفسك بتزودي شويه، مفيش مشكله خالص. يلا بقى، لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش اختك حبيبتك لو اول مره تشوفيني، يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك من ايدك، وتحطي لايك للفيديو وتشيري الفيديو ده لاصحابك. الايام دي محتاجين العصير لرمضان، كل سنه وانتم طيبين. عايزاكم بقى كده يعني بصوا تكسروا الدنيا بالفيديو ده. طبعا الفيديو دوت جميل جدا ومميز جدا، ولا غنى عنه في رمضان. عصير البرتقال بالجزر دوت بنحتاجه في الايام العاديه، وفي رمضان بالذات طبعا عصاير بتبقى جميله جدا، طبيعي ومركز وطعمه تحفه. طبعا احنا ما بنحطه في التلاجة ونيجي اي ضيف يجينا بنطلع منه بيكون جاهز، حاجة كده جميلة جدا. اهم خطوة هنا عندك لازم انعمه كويس. لو ما نعمتوش كويس لما نيجي نحطه في المية ونعمله عصير بيكون باين معانا الجزر بتاعنا. لازم الخطوة دي تسويه كويس جدا وتنعميه جدا، الخطوة دي مهمة جدا عشان يديكي جودة حلوة في العصير. لو احنا ما عملناش كده مش هيدينا جودة كويسة. هخلص بقى كل الكمية دي. بص هنا تقيل معايا ومركز ازاي.
واللون اللي احنا حاطيناه اللي هو اللون بتاع القشر البرتقال اللي انا مجففاه اللي انا قلت لكم عليه، مدي لون جميل جدا زي ما انتم شايفينه كده. طب لو ما عنديش زي ما انا قلت لك، هاتي كيس فروتي بالبرتقال اللي هو الكبير دوت، اللي مش عارفه عامل 10 جنيه ولا 8 جنيه، وحطيه. الاثنين هيدوكي نفس الغرض. لو انت عايزه تعملي قشر البرتقال، طبعا الفيديو منه فيه زي ما انت شايفه كده، تمسكي قشر البرتقال تعمليه الاول. طبعا هسيب لك الفيديو بتاعه في اول تعليق. احنا بناخد قشر البرتقال بس وبنحطه في الفرن وبنجففه وبنعمله بطريقه جميله جدا. هوريك الفيديو في اول تعليق، هتستفادي منه كتير وجميل جدا. انا هنا سبته بقى، حطيته في التلاجة لمده 5 6 ساعات لغايه ما مسك معايا. طبعا هو ما بيتلجش، يعني انا لغايه دلوقتي حاطاه في التلاجة بعد الفيديو، وانا سجلت بعدها ب3 4 ايام لقيته ما تلجش خالص. العصير بتاعنا هنا مش بيتلج، يعني يعتبر فاكهه طبيعيه وجميله زي ما انتم شايفينها كده. مجرد ما بتمسكي المعلقه وتطلعيها وتحطيها في الكوبايه طعمها جميل جدا. والسكر بقى على حسب رغبتك انت، طبعا زي ما انت بتحبي كده. احلى من الفروتي طبعا. دلوقتي بنستعجل بنلاقي نفسنا بنجيب عصير فروتي، ده احلى واجمل من الفروتي. طبيعي وجميل وفي فيتامينات وغذاء. طبعا كلنا عارفين فوائد البرتقال والجزر. يا رب الفيديو يعجبكم وبألف هنا.